السلام عليكم، معاكم الكوتش محمد والي. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة كورس الافتتاح الإيطالي للمبتدئين. أرجو الدعاء لإخواتنا الفلسطينيين إن ربنا يفرجها عليهم ويصبرهم، آمين يا رب. رمضان كريم على الجميع. يلا بينا نبدأ. ده الدرس رقم 2 من كورس الافتتاح الإيطالي للمبتدئين، درس تمهيدي. هنتعلم فيه قواعد الافتتاح. أي افتتاح ممكن إنك أنت تلعبه بسهولة جدا لو أنت طبقت القواعد دي. مش هتعمل أخطاء، بل بالعكس أدائك هيبقى أفضل في الأدوار اللي أنت بتلعبها. طيب، أول حاجة وأهم حاجة أتكلم عنها نشاط القطع. قطعك اللي في الصف الأول دي مهم جدا 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 إنك أنت تعمل لها انتشار، بيقولوا عليه development. طيب، مهم جدا إنك تسيطر على الوسط. زي ما اتفقنا إن الوسط هو يعتبر الأداة اللي هتساعدك إنك تتحكم في الدور. بتتحكم في الدور إنك أنت بتحط قطعك في أماكن مريحة، وبتقدر تبدأ إنك أنت تعمل هجوم أو تخش في اشتباك وأنت جاهز للاشتباك ده. طيب، أول قاعدة من قواعد الافتتاح إنك تسيطر على الوسط. طيب، أنا ممكن أسيطر بدي 4، بدأ قدام الوزير أو بدأ قدام الملك، أو بدأ فيل الوزير أو بدأ فيل الملك. المهم خلينا في الإي 4 نبص عليه. طيب، دلوقتي في الإي 4 ممكن تقابل مجموعة من الدفاعات. لازم إنك أنت تكون عندك خلفية عنهم، أو على الأقل تبقى عارف أسمائهم والنقلات المميزة بتاعتهم. طيب، أول افتتاح ممكن تقابله ممكن دفاع اسمه الدفاع الفرنسي. الدفاع الفرنسي زي ما أنت شايف كده، هيكل البيادق بيكون على مربعات لونها أبيض، فبالتالي الفيل الأبيض بتاعك مش بيكون فعال قوي، فمش من مصلحتك إنك تخرج بالمنظر ده علشان ما تقابلش نقلة زي دي 5 ترخم عليك. بتهاجم الفيل لازم تاكل فياكل، فتلاقي برضو الفيل مطلوب وهتضطر تمشي وتخسر نقلة. عشان كده ما تنتشرش وخلاص، تحط قطعك في أماكن تتهدد بسهولة. لازم لما تحط قطعتك تحطها في مكان صح وتوقيت صح. دي نقطتين مهمين جدا. طيب، مبدئيا لما تقابل أي افتتاح ما بيسيطرش على الوسط، سيطر أنت على الوسط. دي 4 هو بقى بيبدأ إن هو يلعب الدي 5 عشان يسيطر على الوسط. فدلوقتي عندك اختيارات كتير كويسة، ممكن تزق، ممكن تاكل، ممكن تدافع بالحصان. أفضل قطعة بتدافع عن بيادق الوسط هي الأحصنة، لأن الأحصنة في بداية الدور تعتبر هي القيمة الأقل، وهي القطعة اللي بتحتاج تتحرك أكتر من مرة، وهي القطع اللي بتقوم بالدفاع في مرحلة الأوبننج، مش الأفيال. الأفيال بنحتاجها إن إحنا نهاجم بيها. زي ما اتفقنا إن في خطتك لازم تبقى عارف إيه القطع اللي بتحتاجها كقطع دفاعية، وإيه القطع اللي أنت بتحتاجها كقطع هجومية تساعدك في الهجوم. فحاليا أبسط حاجة ممكن إنك أنت تعملها أثناء الافتتاح إنك أنت تبادل بيدق في بيدق. ده كده بنسميه تفريع التكسير، فرنش اكستشينج فاريشن. تفريع اسمه تفريع التكسير، بسيط جدا. لما بياكل كده انت معاك عسكري في الوسط وهو معاه عسكري في الوسط. كل اللي انت محتاجه انك تكمل تعبئة القطاع بتاعتك، ما تقعدش بقى تزق بيادق وتخسر انتشار. مهم جدا انك ما تتأخرش في تعبئة القطع. فلو هنقول ان احنا هنلعب من غير خطة، هنطبق قواعد بس، يبقى مهم جدا تبص هل في تهديدات عليك ولا لا، والقطعة اللي انت هتحطها هتتهدد ولا لا، وهل ده احسن مكان ليها ولا لا. اوكي. طيب، دلوقتي انا هنتشر اي انتشار وخلاص. انتشر بالقطع اللي جنب جناح الملك عشان يبقى فيه سرعة في التأمين الملك، لان الملك في عمود مفتوح حاليا، فمهم ان هو يبعد عن الوسط. فبكل بساطة اطلع بالحصان،
اطلع بالفيل. طبعا احسن مكان للفيل هو دي 3، لانه يبقى باصص على الملك لما يجي يبيت، يبقى باصص على مربع الاتش 7، وبيراقب كمان مربع من مربعات الوسط اللي الاسود مسيطر عليها. فيعتبر اقوى مكان للبيشوب هو مربع الدي 3 مش البي 5، لانك لو رحت بي 5 هيزق عليك العسكري، او ممكن يبادل الفيل بتاعه مع الفيل بتاعك، ويبقى انت كده خسرت قطعة او كسرت قطعة نشيطة او قطعة قوية عندك. فطبعا هتقلل من فرص الهجوم بتاعتك. فبيشوب دي 3 ممكن يلعب هو كمان بيشوب دي 6، كاسل يكاسل. طيب دلوقتي انا عايز احول الحصان من قطعة دفاعية لقطعة هجومية. الكلام ده في الميدل جيم. بس لازم تكون عارف ان الحصان بيقوم بالدفاع عن دي 4، بيقوم بالدفاع عن اتش 2، بيقوم بالدفاع عن اتش 4 جي 5، بيقوم بالدفاع عن اي 5. كل دي مربعات مهمة جدا، حيوية، الحصان بيسيطر عليها. فالحصان لو مشى من المربع اللي هو واقف عليه، كل المربعات دي مش هيكون مسيطر عليها. فقبل ما تمشي بحصانك لازم تتأكد ان المربعات دي مش هيقدر ان هو يستفيد منها. اوكي. اول فكره واهم فكره انك تلعب هنا سي 3 مش نايت سي 3. ليه؟ عشان تخلي البيادق بتاعتك مدعومه بالبيادق، فتقدر تدي حريه للحصان لو اتربط او اتحرك، ما يبقاش في اذى على البون لو اتحط عليه ضغط. كده ما عندكش نقط ضعف ممكن ان هو يتارجتها. طيب المهم ان هو ممكن يطلع مثلا الروك، او يطلع الفيل. انت كمان ممكن تطلع الفيل تربطه، وبعد كده ممكن تطلع النايت بالمنظر ده. عشان يعني كده انت بتلعب بدون اي خطة، انت بس بتمركز قطعك، بتحط قطعك في اماكن نشيطة، وبتتأكد ان كل القطع بتاعتك نشيطة. لاحظ نقطة مهمة، ان انا ما حركتش قطعة اكتر من مرة. يعني ما لعبتش مثلا الفيل في اي 3، ايه ده مكانه وحش اروح العب جي 5. لا، تركز جدا قبل ما تحط قطعك في مكان. ممكن احرك القطعة بتاعتي لو اتهددت، دي الحالة اللي ممكن تحرك فيها قطعك مرتين، بس يعني تكون انت عارف انت هتعمل ايه، يبقى في خطة. طيب تعالى نرجع بالزمن لورا شوية. يبقى مهم جدا السنتر كنترول، مهم جدا الديفلوبمنت. وعندنا نوعين من الديفلوبمنت. نوع بنسميه انك تعمل ديفلوب للماينور بيسز، ونوع اللي هو ديفلوب الميجور بيسز. الماينور بيسز اللي هي القطع الصغيرة او القطع اللي قيمتها قليلة، اللي هي الحصنة والافيال. فدي اللي بتخرج في مرحلة الافتتاح، ويفضل خروج الأحصنة قبل الأفيال لو مفيش أوتار صريحة قوية. الفيل لما بيطلع بدري بيسيب وراه نقطة ضعف. حصان قطعة قوية تينة دفاع. طيب بعد كده في الميدل جيم بنبدأ نحرك الايه القطع التقيلة. في بعض الأحيان القطع التقيلة بتتحرك في الأوبننج، بس ده بيبقى نادر. يعني خليك في الايه القواعد الأساسية. طيب دلوقتي شفنا اي 6. تعال نشوف افتتاح تاني. طبعا ده اسمه الدفاع الفرنسي، اكتبه في ورقة وممكن تسرش عليه، اعرف بس النقلات المميزة بتاعته وجربه. طيب دلوقتي في دفاع تاني او دفاع اخر اسمه دفاع الكاروكان. طيب نفس الشيء، سيطر على وسط، لا بقى تعمل فول كنترول على الوسط. معاك بدايين في الوسط، كسرت واحد فيهم معاك واحد تاني، فتحت للفيلين. لاحظ ان في فرق ما بين الاكتيفيشن. الفيل ده بقى اكتف، كده ما كانش اكتف، الفيل مش شغال. فالفيل يعني وهو واقف مكانه نشيط. في فرق ما بين الديفلوب، انك تفضي المربع اللي واقف عليه الفيل ده، فانا عملت ديفلوب ان انا طلعت الفيل. وفي فرق ان الفيل يكون نشيط ولا لا، مقفول عليه ولا لا. دي حاجة ودي حاجة. فمهم جدا انك انت تعرف تفرق ما بين الحاجتين دول، الديفلوب والايه النشاط، ان القطعة تبقى اكتف. اوكي. طيب دي 5 بيدق في بيدق بيدق في بيدق. دلوقتي عبق قطع جناح الملك طالما مفيش اي تهديدات. سرعة التبييت مهمة.
مفيش اخطاء هتحصل. طلعت بالنايت، نايت اف 6، كابتن كابتن في كش، لا، كش دي هيحط فيل في وش الفيل تكسر، او يحط طلع الحصان، فانت كده كده مش هتستفيد حاجه من الوتر ده. فيا دوبك اديت كش وخلاص. لا مش كش وخلاص، حط الفيل بتاعك زي ما اتفقنا في مكان، خصوصا ان الفيل بيحب ايه؟ يقعد، ما يحبش يتحرك كتير، يحب يقعد ويتارجت مكان معين. الوتر ده قوي، خلاص انا هفضل واقف فيه. طيب نايت سي 6، بص حصل ضغط على البيدق ده، فانا عشان ما يبقاش في بقى لعب على البيدق، نقله وقائيه سي 3. سي 3 كده انا عملت بون ستراكشر، هيكل بيادق مكون من 3 بيادق، دي اسمها سلسله بيدقيه. كده انا دافعت عن البيدق بتاع الوسط ببيدق، بحيث ان ده يبقى ليه حريه اعمل يعني يتضغط عليه، يتطلب اي حاجه، المهم ان هو يعتبر خلاص مفيش اذى ممكن يحصل عليا في البيادق بتاعتي. طيب بيشوب جي 4، تبييت. لاحظ ان الاسود بيعبق القطع، ما بيحركش قطع مرتين، ما بيحركش قطع مرتين، ما بيطلعش بوزيرو في الاول كده من غير اي فكره، لا، القطع الصغيره بتطلع وبتدي فرصه وبتدي مساحه للقطع التقيله ان هي تشارك. طيب اي 6، ما تخسرش وقت، اهم حاجه ما تخسرش وقت. بيشوب اف 4 او جي 5، انا شايف ان الوتر ده كويس، انت شايف ان الوتر التاني ده كويس، اراء. طيب بيشوب اي 7، نايت دي 2، كده انت عبأت قطعك كلها، الحصان ده بيحمي الحصان ده، الفيل نشيط، الفيل ده نشيط، الرخ هتيجي تمسك الفايل، اوبن فايل، ممكن امشي وزيري بعد كده، لو كسر الحصان يبقى في حصان تاني. دي كده الشكل سوليد جدا، والشكل متماسك ومترابط، وكل القطع طالعه. طبعا انا مش بطلع بخطه دلوقتي، المفروض وانت بتلعب في الافتتاح يبقى في خطه، مهم جدا انك تنتشر ويبقى في خطه، في بلان، انت مش بتلعب وخلاص، استراتيجية للدور بتاعك هيمشي ازاي، على حسب طبعا اماكن المربعات، على حسب اماكن القطع بتاعة الخصم، على حسب توقيت النقلات اللي الخصم بيلعبها، كل ده بيفرق كتير جدا في الافتتاح. طيب احنا كده شفنا افتتاحيتين، كاروكان فرنش طبعا مشهورين جدا. اللي بعد كده طبعا الدفاع الصقلي، ده يعتبر اشهر افتتاح في الشطرنج، ده اسمه الدفاع الصقلي او سيسيليان ديفense. طيب دلوقتي انت ممكن تنتشر بقطعك عادي جدا، هو كمان ممكن ينتشر تنتشر، ينتشر تنتشر، وهكذا تقعد تعبق في قطعك وتأمن ملكك بالطريقة دي. لاحظ ان انا يعني ممكن اطلع بالنايت، ممكن اطلع بالفيل هنا او هنا او هنا، وبعد كده ابيت. اوكي، فمش خطأ ان انا مثلا ما طلعتش قطع جناح الملك. يا كابتن انت مش بتقول طلع قطع جناح الملك طالما مفيش تهديدات؟ ايوه، بس مش معنى ان انا طلعت قطعه من حته تانية كده انا بلعب غلط، لا، طالما بتنتشر تسيطر على مربعات وفي خطه، انت بتلعب صح. تلعب من غير خطه وبتنتشر وخلاص، اوكي انت بتلعب صح برضو، بس مع الوقت مش هتلاقي نقلات تلعبها بشكل جيد، لازم يبقى في خطه، حتى لو خطه سيئه بس يبقى في خطه. طيب المهم ان كده انا يعتبر طلعت قطعي كلها من غير ما اخسر وقت، لان مفيش حاجه متحدده عندي عشان ارد عليها. طيب ممكن دلوقتي بعد اي 4 دي 5، دي 5 دفاع اسكندنافي، بيكسر عايز يكسر لي الوسط، ممكن ازق، ممكن اكل، ممكن ادافع، بس احسن اختيار في المستوى اللي انت فيه انك انت تبسط، تشينج على طول. ده هيطلع بالوزير بره، وهو يعني الميجور بيس حلو ان هي تطلع في الاول. طب هو بيعمل كده ليه؟ هو بيفتح بس الوسط، مش عايز يبقى فيه عسكري في الوسط، مش مهم يخسر وقت، بس المهم ان يبقى الابيض مش حاطط بيدق في الوسط، وبيحاول انه يبقى عنده حرية في الحركة. طيب اعمل ايه يعني يا كابتن؟ خد تيمبو، هاجم وزيره عشان تطلع بكمان قطعة. بص طلعت بقطعتين اهو، سبقته في الانتشار، وبعد كده ممكن انك تهاجم له الفيل، تشوفه هيروح فين، هيرجع ورا ولا هيفضل رابط. فضل رابط، اكمل بقى، اخد الوسط كده، انا طلعت بحصانين وبدأ في الوسط وهاجمت الفيل، خدت وقت كبير جدا، وكمان هطلع بفيل اهوت عشان الرابطه دي ما تزعجنيش. وبعد كده ممكن ان انا ابيت يطلع بقطعه، انا كمان اطلع بقطعي، يبقى انا كده انتشرت بالقطع بتاعتي كلها، ماينور بيسز بتاعتي كلها يعتبر طلع. طيب
يا كابتن ممكن ايه تاني؟ ممكن اقابل بيدق مالك. بيدق مالك وده يعني طبعا الكورس بتاعنا بيتكلم عن بيدق مالك. بيدق مالك وهنتكلم يعني في حاجات كتيرة جدا في بيدق الملك. بس المهم دلوقتي خلينا آه، نشوف. انا بطلع قطعي طبيعي. بص، طلع قطع، مفيش حاجة مطلوبة، خلاص انا دافعت عن كله وكل حاجة عندي بتطلع عادي اهو. انت كده بتلعب صح. ده الشطرنج. ده الشطرنج يا جماعة، مش تقعد تمسك قطعة وتقعد تحرك فيها 30 نقلة، ولا تطلع وزيرك تقعد تلف بيه الرقعة كلها. لا، الكلام ده غلط. الصح انك انت تسيطر على اكبر عدد من المربعات وتاخد مساحة على الخصم. ده كده بتدي فرصة لنفسك انك تمشي الدور زي ما انت عاوز. اوكي، كده انا عملت، طبقت قواعد الافتتاح. طب انا لو انا مثلا اتاخرت، خلاص يبقى في بالي ان انا خلي بالك انتشارك سيء، خلي بالك ناقص لك قطعتين عشان تكمل تعبئه كل القطع، يبقى تعمل كومبليت ديفلوبمنت. الحاجات دي نقط مهمه جدا جدا، ديتيلز مهمه جدا هتفرق معاك في الايه، في الجيم بتاعك. ممكن يلعب لك مثلا اليخن، ازق عادي، احمي بقطعه عادي. بس المهم ان في تهديد على البيدق. ما ينفعش ان انا انتشر بقى من جناح الملك، في تهديد على البيدق. فلازم اشوف هو مهدد ايه عندي. مهدد البيدق، طب ازق ولا احمي؟ ده بقى قرارك انت. لكن لازم تكون واخد بالك، انا زقيت فخدت مساحة، خدت مساحة على الخصم، خدت مساحة تاني. ودلوقتي الوسط بقى بتاعي عايز يكسر لي الوسط، اهلا وسهلا، مفيش مشكلة. وانتشر بعد كده بقطعك عادي. انتشر وحاول انك انت تبيت بسرعة مثلا بالطريقة دي. وهو خلاص انا طلعت معظم القطع، دلوقتي بيهاجم الحصان عشان عايز بدأ السي 4. هحمي بدأ السي 4 بالمنظر ده. ممكن يضغط على بدأ الدي 4، عايز ياكل فيه الحصان وياخد بدأ الدي 4، خلاص نحمي بدأ الدي 4. فانا كده ما عنديش اي مشاكل. مش تزق بقى ويقوم واخد منك حصانك، ده بقى انت مش شايف، دي حاجه ترجع لك. اوكي، لكن الصح ان انا ابقى شايف التهديدات بتاعه الخصم. عملت فول ديفلوبمنت وبنتشر، وعلى ان هو بيطلبني وانا كمان بنفذ الايه، افكار الافتتاح. طب يا كابتن، في دفاع تاني يا كابتن انت ما اتكلمتش عنه، اسمه دفاع البرك، عارف؟ الدفاع ده بيأخر نفسه في انك تسيطر على الوسط. زي ما قلت لك مش لازم في النقله الاولى او الثانيه او الثالثه، ممكن يعني. بس اهم حاجه ما تخلصش الافتتاح وانت ما عندكش عسكري في الوسط. طيب يا كابتن انا اتعامل معاه ازاي؟ خد الوسط وانتشر عادي. ايه المطلوب؟ البيدق احميه. عايز يطلع الفيل من الفيونكة، ده اسمه فيانشيتو بيشوب. الفيل بيطلع من اللونج دايجونال، وده شكل يعني صلب او دفاع على الملك. في اكتر من قطعه بتدافع عن الملك. طيب بيشوب جي 7، بيشوب اي 2، تبييت، نايت دي 7، بيشوب جي 5. ممكن بقى ياخد الوسط بسي 5، ممكن ياخد الوسط باي 5. فمش موضوعنا. المهم ان هو اخذ الوسط قبل ما يكمل تعبئة بقية القطع. ممكن انا اكمل بكوين دي 2، انا كده دخلت ميدل جيم. فممكن هو يكمل ببي 6 ويطلع الفيل الابيض بتاعه، يبقى كده كمل تعبئة بقية القطع. لازم يبقى في خطة وانت بتلعب وبتارجت المربعات الضعيفة، او انك تعمل مربعات او حاجات ضعيفة. المهم اي حاجة اول مرة تشوفها تعامل معاها بالبيزكس بتاعت الافتتاح. عندي عسكري قوي في السنتر، عندي انتشار كويس، ملكي متأمن. ملكي متأمن. اوكي. لو انت ركزت في انتشار قطعك وان قطعك تبقى محطوطة في اماكن كويسة، يعني ما تلعبش نقلة ملهاش لازمة، هتلاقي دورك ماشي كويس جدا. مش هتغلط ومش هتخسر من اي مستوى في مرحلة الاوبننج. اوكي. اشوفكم على خير. مع السلامة.